هاي مبروك كسبتي معانا الميدالية الذهبية لأكتر ست صبورة، أكتر واحدة قدرتي تبهري الناس بصبرك وقوة تحملك وسكوتك عزوماتك وأكلك ومساعدتك تعالي البسي عشان تستاهلي. مبسوطة؟ مش انتي استحملتي وعديتي وحطيتي مجهودك وصحتك عشان ترضي الجميع وعشان يفضلوا يقولوا عليكي بنت الأصول راحت، بنت الأصول جت. كل الناس اللي عملوا كده ندموا. الإنسان الذكي اللي بياخد تجارب الناس اللي أكبر منه بياخد منها الحلو يطبقه على حياته، والوحش بيتعلم منه ويتجنب ان هو يعمله في حياته. مش فاهمه الصراحه سعيك المستمر الحصول على لقب بنت الاصول الهلكه نفسها عشان غيرها. وسام الصبري للاسف مش هيعوضك. اللي بياخد حاجه وبيتعود يبطل يقدرها. اول مره يشكروكي، تاني مرة هيقدروكي، بعدين هيبقى حق مكتسب انت مطالبة بيه العمر كله. تختاري بقى صحتك ونفسيتك واجتماعياتك، لان كل الوقت عندك تركيز تبهري الناس بشطارتك وبصبرك. محدش هيدفع تمن ده غيرك انت. خلي افعالك قليله وفي محلها عشان تكون متقدره ومتشافه. وزي ما بتدي افعال تاخدي افعال، مش تاخدي ميداليات. وسيبي بقى الميداليات دي للناس الساذجه اللي محتاجينها، محتاجين فاليديشن عشان يعرفوا قيمتهم. اكتر حاجه انت محتاجاها انك تخلي بالك من نفسك بجد وتكوني كويسه ومنوره وبصحتك. مش عمرك يعدي ومش حاجه في رصيدك غير شويه كلام، شويه ذكريات عن حاجات عملتيها محتاجه تاخدي بيها شويه اهتمام. فكري بقى، عايزة الميدالية، عايزة تبقي منورة كده وعندك حياتك الخاصة مش مستنية من حد اهتمام.